اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنشوف طبعا حكاية البصل النهاردة، وهنشوف اسعار التوم، البصل الابيض والاحمر والذهبي. فتابع معايا الفيديو للنهاية علشان تستفاد وتعرف الاسعار. وحابب تسأل على اي حاجة اتفضل اكتب في تعليق وهرد عليك. متنساش بس اهم حاجة تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة علشان يصلك كل جديد. اللايك والاشتراك يا جماعة ده يعني التفاعل، ده تفاعلك مع القناة بحيث ان يصلك كل جديد من الفيديوهات. طيب الاسعار في سوق العبور يا جماعه. اسعار البصل طبعا البصل يعني بقاله فتره مستقر، يعني بيرفع حاجه بسيطه نص جنيه جنيه وبعدين بينزل تاني ويرد تاني، فاسعار طبعا غريبه للبصل. طيب في بصل يا جماعه لحد 18 جنيه في سوق العبور للجمله، في بصل لحد 18 جنيه. ان شاء الله يعني الفتره الجايه يمكن ان شاء الله يعني بعد ساعتين كده او بكره او بعده بالكتير خالص باذن الله هنعمل لك فيديو عن حصاد الفول الصويا واسعار الفول الصويا واسعار السمسم ان شاء الله، لان في ناس بتسالنا عنه. هنطلع فيديو ان شاء الله. طيب الاسعار حاليا، اسعار البصل الاحمر والابيض والذهبي والثوم. البصل الاحمر يا جماعه فيه لحد 16 جنيه، 15 ونص، 16 جنيه، وفي جودات اقل لحد 14 جنيه و14 جنيه ونص في البصل الاحمر. طيب البصل الابيض يا جماعه في الكشر الفاري يا جماعه في لحد 17 ونص، وفي 17 ونص اعلى جوده. في اقل جوده في 15 جنيه وفي 14 ونص اللي هو يعني حبايه رفيع اللي هو البياع يعتبر، وفي لحد 15 جنيه و16 جنيه. طيب اسعار التوم يا جماعه، في توم طبعا يبدا من 18 لحد 20 جنيه في اللي هو التوم اللي هو بعرشه. في توم روز بس يا جماعه في لحد 23 جنيه ولحد 22 و20 جنيه. كل الاسعار يا جماعه قلنا موجوده في سوق العبور. بعد قليل باذن الله هنطلع فيديو لباقي اسعار الخضار اللي زي الطماطم والليمون والفلفل والبتنجانات والكوسه والخيار. فانتظروا ان شاء الله الفيديو على القناه. ده فيديو بس رفعناه كده سريعا، واسف امبارح ما طلعناش فيديو والفيديو ده طلع متاخر النهارده، متاسف ليكم جدا. يعني في مشاغل برضو، ولكن انا ما بنساكوش والله. اهم حاجه عندي المشاهد، اهم حاجه عندي المتابعين، افيدهم واعرفهم الاسعار. دي الاسعار الحقيقيه لسوق العبور للجمله يا جماعه. وخلي بالك الاسعار بتتغير من لحظه للتانيه، وكل زرع طبعا وكل جوده وليها سعرها، كل جوده وليها سعرها في سوق العبور. في نهايه الفيديو بنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.